سهيل، لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. لو بتخطط لرحلة دبي فانت محتاج تطبيق سهيل، او لو كنت مقيم او من الزوار في دبي فانت محتاج تطبيق سهيل. تطبيق سهيل بيقرب لك كل المسافات، بيعرفك كل الاماكن، يعني كأنه جي بي اس بيقولك تركب منين تركب ايه. لو انت عايز تروح اي مكان، لو انت عايز تزور معالم سياحية، لو انت عايز تتفسح تخرج، كل ده على تطبيق سهيل بمنتهى البساطة. بيقولك هتركب من هنا لحد هنا. لو انت عايز توصل في ميعادك في اي مكان، يدوبك تكتب بس الواجهة اللي انت رايحها، والتطبيق سهيل بيقولك هتركب من هنا لهنا ومن هنا لهنا، توصل في الميعاد في وقت محدد قد كده. تطبيق سهل جدا وبسيط، بس مشكلته الوحيدة اللي اغلب الناس بتزهق منه وما بتحبوش هي كلمة السر. الناس تيجي تسجل فيقولك كلمة السر. اغلب كلمات السر اللي الناس بتكتبها التطبيق بيقول لهم جرب مرة اخرى، حاول مرة اخرى، ودي حاجة بتكره الناس في التطبيق. وانا عايز اصلا انصح اي حد عايز يعمل كلمة سر قوية ان هو يكتب اسمه اول حرف كابيتال، وبعد كده ات حرف الات اللي جيميل دوت كوم كده يعني، وبعد كده تاريخ ميلادك ارقام. يبقى انت خدت حرف كابيتال، وبعد كده حروف سمول، وبعد كده رمز، وبعد كده ارقام. تبقى كده جبت كل الحاجات اللي مطلوبة منك في رمز او كلمة السر. غير كده بقى التطبيق بيحملوه ويشكروا فيه ناس كتيرة جدا في دبي اللي استخدموه، الا قلة قليلة، يعني ان الجي بي اس بيبقى مش ظابط قوي، يبقى المكان الناحية التانية فبيلففك لفة طويلة عشان تروح له، لان هو بيبقى ملتزم بالمرور، يعني لازم يمشي. لو في عربية هتمشي فلازم هتلف بيك من اخر نيوترن. فطبعا دوت بيبقى بالنسبة لك حاجة يعني ايه، ما هو المكان قدام الناحية التانية، حضرتك المكان قدامك الناحية التانية هتمشي على رجليك. لكن لو انت هتركب حاجة عشان توصل للمكان ده فانت لازم تاخد ملف طويل عريض عشان ما تكسرش المرور او تمشي عكس. لو ما كنتش عارف تطبيق قبل كده وعرفته من خلال الشير ولايك وسبسكرايب، لينك التطبيق سيبولك في الديسكريبشن.